السلام عليكم اخواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين كامل تكونوا بخير. هنا كما كتشوفوني جبت لكم وصفه اليويو بحبه بيض، وانتي درتي كميه ما شاء الله، زوج طباصه ما شاء الله. نروحوا هنا اخواتاتي مع بعض للمقادير اللي هما: نسحقوا حبه بيض، وهنا اخواتاتي راح نعبروا بالكاس تاع لاتي ولا الفنجان تاع القهوه. نسحقوا حبه بيض، نسحقوا كاس لاتاي سكر. مني نقول لكم خواتاتي كاس لاتاي باش تعرفوا بلي الكاس اللي نشربوا فيه لاتاي. كما راكم تشوفوا، لانه خواتاتي كون ديروا بالكاس الكبير راح تخرج لكم كميه كبيره تقعدوا كاع النهار نتوما تقلوا. كما راكم تشوفوا عندنا حبه بيض، كاس لاتاي سكر، كاس لاتاي زيت. نبداو نديرو فيه غير بشويه، لانه خواتاتي كان تحطوا الكاس تاع الزيت ضربه واحده راح الزيت يخرج لكم بعد من الفارينه، تحسوا العجينه تاعكم ما تطلق في الزيت. عندنا الحليب كيف نديروه بالتدريج. وهذه خواتاتي توالم قهوه العصر، توجد ليه كما كتشوفوا خلطوا مليح. ولا خواتاتي تحبوا تعبروا بالفنجان تاع القهوه، راني وريته لكم يخرج لكم نفس العبر. عندنا رشه لافاني، ونخلطوا كل مره نخلطوا غير بالفرشيطه خواتاتي، وانتم درتوا لوليداتكم حاجه حلوه مع القهوه. انا خواتاتي هنايا الفرينه ما عنديش العبر، تلموا وتشوفوا، بصح انا درت لكم بالبول تاع الحريره. شفتوني خواتاتي كنت معمراتو شويه مقبب، ديروا وشوفوا. انا داهولي كامل وزدت مغرف كبيره. ديروا الفرينه وديروا كيس خميره كيميائيه كما راكم تشوفوا، ونبداو نخلطوا ونلموا. وخواتاتي تتلم طريه ماشي تتلاصق، مهم طريه كما راكم تشوفوا. هنا نزيد مغرف كبيره باش نلم هذاك اللي راح في الاطراف. شوفوا خواتاتي تجي طريه بصح ما تتلاصقش. هنا نستعينوا بكيس بلاستيكي ونخدموا بالنص كما تشوفوا، انا قسمتها على زوج. وخواتاتي هذه الكميه تخرج ما شاء الله. وانا يا خواتاتي خدمت بالطابع تاع الصابلي الوسطاني، وانتم لا حبيتوهم شويه كبار تقدروا ديروا الكبير، ولا حبيتوهم صغار تقدروا ديروا هذاك الصغير، لانه هذو يجوا فيهم 3. شوفوا خواتاتي ما تخافوش من العجينه، تقلبوها عادي ما يصرى لها والو. ونحلوها خواتاتي 5 مليمتر، ما تزيدوش فوقها، لانه لو زدتو فوقها راح تجيكم معجنه. هنا نطبعوا بالمول تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا نطبعوا كامل الكميه اللي عندنا. كما تشوفوا خواتاتي حلوه سهله، ما تديش وقت بزاف، بالخف توجد. هنا خواتاتي هذوك الزوائد اللي قعدوا لنا من العجينه ما نخدموش بهم، نروحوا نخدموا بالعجينه اللي كانت مريحه، وهذا الحواشي نخلوهم يريحوا من بعد باش نعاودوا نرجعوا ليهم يكونوا ارتاحوا ويعطونا الطوع في الخدمه. هنا عندنا واحد حسل صغير، والزيت للقليان كما راكم تشوفوا فيه. المقله ماهيش معمره بزاف وما فيها شويه، نخلوه يسخن ونبداو خواتاتي نقلوا في الكميه اللي خدمنا بها، وهذوك الزوائد راهم قاعدين يريحوا. هنا شوفوا خواتاتي النار هنا تكون متوسطه، ماهيش عاليه بزاف باش ما يبقالناش العجين تاعنا خضر من الداخل. كما تشوفوا هنا تحبوهم حمور اكثر من هكا تقدروا، بصح دوكا من نديروهم في الحسل اللي يزيد اللون تاعهم يحماق شويه. كما تشوفوا. وهنا خواتاتي من نخرجوهم من الزيت نديروهم في الحسل بدون اي اضافه. الا درتو خواتاتي الماء زهر راح يتفتت لكم لداخل الحبه، تتفتت لداخل الحسل، وما تخلوهمش يطولوا لداخل بزاف، لانكم عارفين باللي من تخرجوا الحاجه سخونه بالبزاف تحطها في حاجه بارده راح تتشرب بزاف. لاحظوا نقلبوهم تقليبه خفيفه ونقلعوهم. هنا
نعاودو نديرو الكمية اللي عندنا ثانيك كما راك تشوف، ونقعدو نخدمو بنفس الطريقة حتى كي نكملو الكمية اللي عندنا. لاحظوا ما تخلوهمش خواتاتي يطولوا بزاف باش ما يتفتولكمش داخل الحسل. هنا بعد ما كملنا الكمية اللي كانت عندنا، وشوفوا خواتاتي حبة بيض والعبر كاس تاع لاتاي، شوفوا الله يبارك الكمية اللي قطعها، شوفوا تبارك الله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة اللي خيرتها لكم اليوم. هنا نقسم لخواتاتي الحبة كيما نظهري، شوفوا خواتاتي من الداخل مشربة بالحسل، لاحظوا شوفوا ماهيش خضرة من الداخل لانه كانت تطيب على نار متوسطة. شوفوا خواتاتي من الداخل الله يبارك. والحبات خواتاتي الاخرين تحبوا تزينوهم بنوة كوكو ولا الكاوكاو كيما تحبوا. شوفوا خواتاتي نتمنى تجربوه وتنجحوا فيه، وحنا ما بقى لي غير نقول لخواتاتي خليكم في امان الله وحفظه. سلام.